بطلنا في حياته القديمة ما كانش شخص عادي أبدا، كان محارب شرس عاش وسط الدم والحروب والوحوش. اسمه لوحده كان كفاية يخلي أقوى الشياطين يعملوا له ألف حساب. حارب كتير وخسر كتير وشاف حاجات محدش يتحمل يشوفها، لكن النهاية ما كانتش طبيعية لأنه مات قبل ما يعرف الحقيقة كاملة. وبعد سنين طويلة بيفتح عينه من جديد، لكن مش في جسده القديم ولا في مكان هو يعرفه. ده رجع طفل صغير داخل عائلة من أقوى العائلات في العالم، والناس كلها شايفاه مجرد ولد موهوب، لكن محدش يعرف إن الطفل ده شايل ذكريات محارب عاش وقاتل ومات قبل كده. ومع أول اختبار بيبدأ يثبت للكل إنه مش طبيعي، لا وحش بيوقفه ولا خصم بيرعبه ولا حتى قوانين العائلة هتقدر تكسره. لكن السؤال الحقيقي هنا هو رجع ليه؟ ومين اللي خبى الحقيقة؟ وإيه السر اللي اتدفن من 300 سنة؟ استعدوا لأن القصة دي فيها قتال شرس وغموض قديم وقوة مرعبة وبطل راجع من الموت عشان يكمل حاجة كان المفروض تخلص من زمان. فمن غير رغي وكلام كتير، ما تنساش اللايك الجميل يا أسطورة، واكتب لي تحت في الكومنتات تفتكر يوجين هيقدر يعرف الحقيقة ولا لأ. يلا بينا نبدأ الحكاية. وحشتوني جدا يا اساطير، ورجعنا لكم النهارده بجزء جديد من حكايه بطلنا يوجين. ولو لسه ما شفتش الاجزاء اللي فاتت ارجع شوفها الاول عشان تدخل في الاحداث وانت فاهم كل حاجه. وقبل ما نبدا انزل اعمل لايك جميل كده وخلينا نوصل الفيديو ده ل10,000 لايك يا اسطوره، وصلوا على النبي. ويلا بينا نبدا. نكمل من اللحظة اللي يوجين شاف فيها البنت اللي شبه سنية في الشارع. أول ما عينه تقع عليها بيتجمد مكانه. ملامحها قريبة جدا من سنية، مش بس شبه عادي، نفس الإحساس القديم اللي هاميل فاكره من 300 سنة. يوجين يسيب جارجس فورا ويجري وراها. البنت تمشي بهدوء كأنها عارفة أنه هيلحقها. يوجين ينادي عليها ويسألها هي مين؟ هي تبصله وتسأله هو بيعمل إيه. يوجين يكون متوتر ومش قادر يستوعب، قدامه شخص مستحيل يكون موجود. هو فاكر أنه سنية اختفت من زمان، ومع ذلك اللي قدامه شبهها بشكل مرعب. يوجين يحاول يمسكها، لكن أول ما إيده تقرب بيكتشف أن جسمها مش طبيعي. إيده تعدي منها وكأنها مش شخص حقيقي. يوجين يتصدم. البنت تقول له أنها مش شبح، لكنها برضه مش إنسانة كاملة، هي نسخة أو أثر سحري. وده يخلي يوجين يتأكد أن الموضوع مرتبط بسنية فعلا. البنت تتكلم بطريقة هادية، تقول له أن سنية كانت عارفة أن هامل مات، لكنها ما كانتش تعرف أنه اتولد من جديد. يوجين يسمع الكلام ودماغه تشتغل بسرعة. لو سنية سابت الأثر ده يبقى هي كانت مستنية حاجة، ولو الأثر تفاعل لما شاف يوجين يبقى في صلة بينه وبين ذكريات هامل. يوجين يسألها عن سنية، هي فين؟ عايشة؟ ماتت؟ اتسجنت؟ لكن النسخة ما تدهوش إجابة واضحة، بدل كده تبدأ تتلاشى. يوجين يحاول يلحقها، لكن السحر ينهار قدامه وهي بتختفي. يوجين ينطق اسمها سنية ميردين، وبعد ما تختفي النسخة يوجين يفضل واقف وسط الشارع. هو مش أخذ إجابة، لكنه أخذ دليل. سنية سايبة أثر في أروث، وده لوحده كفاية يخلي عنده هدف جديد. بعد كده نلاقي يوجين قاعد بيفكر في اللي حصل، بيسترجع صورة النسخة، بيفكر هل سنية عملت السحر ده بنفسها؟ هل تعرضت لخطف؟ هل حد حبسها؟ ولو كانت مختفية هل ده السبب إن محدش قدر يلاقيها طوال السنين دي؟ يوجين يحس إن الخيط اللي وصل له صغير جدا لكنه مهم، وبيقرر إنه هيدور عليها بنفسه، مش هيستنى حد يشرح له، هو هيجمع الأدلة واحدة واحدة. في الوقت ده لوفليان يوصل له ويسأله ليه جري فجأة. يوجين يرد ببرود ويسأله لو كان بيراقبه. لوفليان يحاول يرجعه، لكن جارجس يدخل في الكلام كعادته. يوجين كان عايز يفهم حاجة من جارجس عن اللهب الأبيض. جارجس يوريه طريقته في استخدام اللهب، يشعل المانا في جسمه بشكل عنيف جدا وكأنه بيحول جسده كله الفرن مشتعل. يوجين يراقبه باهتمام، مش لأنه معجب بالاستعراض، لكن لأنه عايز يفهم الفرق بين أسلوب جارجس وأسلوبه هو. يوجين يلاحظ أن جارجس بيستعمل اللهب بطريقة جسدية وغريزية. القوة عنده طالعة من عضلاته وتحمله، لكن يوجين دماغه تروح لحاجة أعمق. هو مش عايز يقلد جارجس ولا عايز يفضل ماشي بنفس طريقة عائلة ليونهارد فقط. هو عنده خبرة هامل، وعنده تقنية اللهب الأبيض، وعنده بداية فهم للسحر. لو قدر يخلط كل ده مع بعض ممكن يوصل لطريقة أقوى من حدود التقنية نفسها. بعدها يوجين يرجع للبرج الأحمر، يدخل غرفة تدريب خاصة في القبو، المكان مناسب لتجارب المانا، ومعاه جزء صغير من السحر اللي شافه من نسخة سنية. هو عارف إنه الجزء ده مش كفاية لفهم سحرها بالكامل. سحر سنية كان عالي جدا ومش ممكن يتفك بسهولة من مجرد أثر صغير، لكن يوجين مش محتاج يفك كل حاجة دلوقتي، يكفيه يبدأ من السحر البسيط، يكفيه يعرف هل مانا تقدر تتحمل التحليل والتجربة ولا لا. يوجين يبدأ يطلع المانا، الدوائر السحرية
سحرية تظهر حواليه. اللهب الأبيض يشتعل، لكن المرة دي مش مجرد لهب، هو بيحاول يخلي المانا تتحرك بشكل مختلف، يختبرها، يضغط عليها، يراقب رد فعلها، ويبدأ يدرك إنه وحدته مع المانا ممكن تبقى أقوى من حدود اللهب الأبيض العادية. في اللحظة دي يوجين يبتسم، هو لسه في أول الطريق، لكن النتيجة واضحة. طريقه مش هيقف عند تقليد فيرموث أو ليونهارد، هو هيبني طريقه الخاص. الفصل ينتهي ويوجين وسط المانا المتفجرة، وهو مقرر إنه قوته هتتجاوز حدود طريقة اللهب الأبيض. وده مش وعد بسيط، ده إعلان إن هامل بجسد يوجين بدأ يخلق أسلوب جديد، أسلوب يجمع السيف والمانا والسحر وخبرة حياته القديمة. نكمل مع مير وهي بتسمع إنه غرفة يوجين بقالها كام يوم بيطلع منها صوت انفجارات واهتزازات غريبة، فتستغرب لأن يوجين لسه جديد في أروث ومش المفروض يكون بيعمل تجارب عنيفة بالشكل ده، فتقرر تروح تشوف بنفسها. مير توصل قدام غرفة يوجين وتنادي عليه، لكن مفيش رد واضح. تسمع صوت خبط من جوه وبعدها الباب يتفتح فجأة. يوجين يخرج من وسط الدخان من غير قميص وجسمه كله عرق وآثار مانا. مير تتخض وتسأله هو كان بيعمل ايه؟ يوجين يرد بكل بساطة انه كان بيتمرن. فتبص وراه وتلاقي الغرفة متبهدلة، الأرض والحيطان فيهم آثار ضرب وانفجارات، فتقول له انه ده مش شكل تدريب عادي. يوجين يوضح انه كان بيجرب طريقة جديدة في استخدام المانا وبيحاول يخلط بين تدريب الجسد وتدريب السحر. مير تلاحظ ان مفيش دائرة سحرية عادية، مفيش تعويذة واضحة، ومع ذلك يوجين قدر يعمل انفجارات وتحكم غريب في الطاقة. فتفهم ان يوجين بيحاول يستخدم المانا من جسمه مباشرة، مش بالطريقة التقليدية اللي السحرة متعودين عليها. يوجين يشرح لها انه مش مركز على حفظ التعويذات دلوقتي، هو عايز يفهم المانا نفسها، ازاي تتحرك وازاي تتجمع وازاي تتحول لطاقة مفيدة حتى لو التعويذة نفسها ما كملتش. مير تقلق منه وتقول له ان الطريقة دي خطيرة لان اي خطأ ممكن يأذيه، لكن يوجين يرد بهدوء انه ده جزء من التدريب. بعدها مير تقول له ان لوفليان سيد برج السحر الأحمر عاوزه يقابله. يوجين يسأل لو اللقاء في البرج الأحمر، لكنها ترد ان اللقاء في أكرون، وده يخلي يوجين يهتم فورا لان أكرون هي المكتبة الملكية الضخمة اللي كان عايز يدخلها من البداية. مير تشرح له ان أكرون مش مكتبة عادية، دي مكان مهم جدا في أروث وموجودة داخل نطاق قصر أبرام، والقصر محاط ببحيرة ودائرة ختم شيطاني ضخمة. الدائرة دي سينية هي اللي عملتها من مئات السنين ولسه شغالة لحد دلوقتي، وده يثبت ليوجين قد ايه سحر سينية كان مرعب. مير توضح ان دخول أكرون مش سهل، لازم موافقة من سادة الأبراج، وفي ناس وافقت على دخول يوجين وناس اعترضت. لوفليان وسيد البرج الأسود دعموا دخوله، لكن سيد البرج الأزرق وسيد البرج الأخضر ورئيس نقابة السحرة مش مقتنعين. عشان كذا يوجين لازم يقابلهم ويثبت انه يستحق. يوجين ما يتوترش، بالعكس يعتبر الموضوع فرصة، لو المطلوب انه يوريهم موهبته فهو مستعد. بعدها يتحرك للقاعة الرسمية. يوجين يدخل القاعة ويلاقي قدامه شخصيات كبيرة من أروث، سادة أبراج، رئيس نقابة السحرة، كابتن سحرة القصر، وكمان هونين أبرام ولي عهد أروث. كل العيون تكون عليه. يوجين يعرف نفسه بهدوء. هونين يبتسم له ويقول انه سمع عنه من زمان وكان عايز يقابله. يوجين يرد عليه باحترام ويذكر انه هونين نفسه مشهور كعبقري وصل للدائرة الخامسة قبل سن صغير. الكلام يعجب هونين والجو يبقى أهدى شوية. بعد كده يبدأ الاختبار الحقيقي. بعض السحرة يعترضوا على دخول يوجين أكرون، يقولوا انه كونه من عائلة لايون هارت او انه قوي في السيف والمانا مش معناه انه يستحق يدخل مكتبة مليانة اسرار سحرية. السحر ليه طريق تاني ويوجين لسه ما قدمش انجاز سحري واضح. كمان بعضهم يشك في التوصية اللي جاية من سيد البرج الأسود ويقولوا انه ممكن الموضوع يكون بسبب علاقات شخصية مع عائلة لايون هارت مش بسبب موهبة يوجين فعلا. يوجين يسمع الكلام كله وهو ماسك نفسه، هو متضايق من ذكر السحر الأسود لكنه ما ينفعلش، عارف انهم بيحاولوا يضغطوا عليه ولو رد بغضب هيبقى ده ضده. في النهاية السحرة يطلبوا منه يعرض سحره قدامهم، بدل الكلام والجدال يثبت بنفسه انه يستحق دخول أكرون. يوجين يوافق فورا، يقف في وسط القاعة ويبدأ يطلق المانا من جسمه. اللهب الأبيض يظهر حوالين قلبه والنجوم تلمع. المانا تتحرك بطريقة منظمة من غير دائرة سحرية تقليدية. السحرة يركزوا، اللي بيشوفوه مش تعويذة عادية. يوجين بيستخدم المانا بشكل مباشر وبيخليها تتشكل حسب إرادته. القاعة تسكت تدريجيا ويوجين يكمل عرضه بثقة عشان يثبت انه دخوله أكرون مش مجاملة لكنه بسبب موهبة حقيقية. يوجين يوقف في نص القاعة والمانا بتطلع حواليه. السحرة كلهم ساكتين، هم طلبوا يشوفوا سحرة وهو قرر يوريهم حاجة مش عادية. يوجين يبدأ يستخدم اللهب الأبيض بطريقة مختلفة. النجوم تدور والمانا تتحرك حوالين جسمه بشكل منظم وبعدها يبدأ يشكلها كسيف. السحرة يتفاجئوا، اللي قدامهم مش مجرد لهب أبيض، ده سيف مصنوع من المانا، شكله ثابت وحاد ومتماسك. يوجين مش بيستخدم تعويذة
تعويذة تقليدية من اللي بيتعلمها طلبة السحر. هو بيستعمل تحكمه في المانا وخبرة القتال عشان يخلق سلاح، وده يخلي القاعة كلها تنتبه، لأن اللي بيعمله مش استعراض عشوائي، ده أسلوب عملي سحر يخدم القتال مباشرة. بعض السحرة يبدأوا يحللوا اللي شافوه، هل ده سحر؟ هل ده استخدام مطور للمانا؟ هل هو فرع من اللهب الأبيض؟ كل واحد بيحاول يصنفه، لكن المشكلة إن يوجين خارج التصنيفات المعتادة. هو مش ساحر برج ومش فارس عادي، هو الاثنين مع بعض. بعد العرض يوجين ينحني بأدب لوفليان، يكون واضح إنه فخور لأنه راهن عليه من البداية. بعض السحرة يقتنعوا إن يوجين يستحق فرصة، مش لأنه مليون هارت بس، لكن لأنه قدر يوريهم قدرة حقيقية. ومع ذلك النقاش ما ينتهيش بسهولة. الدخول لأكرون مش قرار بسيط، خصوصا لو اللي داخل شاب صغير من عائلة قوية زي ليون هارت. واحد من السحرة يسأل لو يوجين هيحتاج مرشد داخل أكرون. لوفليان يرد إنه يقدر يوجهه، لكن بعضهم يعترض، يقولوا إن يوجين لو دخل أكرون ممكن يدرس السحر بنفسه. وفي رأي تاني يقول إنه تركه من غير مرشد ممكن يكون خطر، لأنه موهبته كبيرة لكنه لسه صغير، ولو دخل وسط كتب ومراجع قوية من غير توجيه ممكن يحصل مشكلة. النقاش يتحول من تقييم موهبته لتحديد مستقبله. هل يوجين هيتبع البرج الأحمر؟ هل هيكون تحت عين لوفليان؟ هل هيتساب يدرس بحرية؟ كل واحد له مصلحة. البعض شايفه كنز لازم يتدرب صح، والبعض شايفه تهديد لو تساب يكبر من غير رقابة. بعدها يدخل الكلام في السياسة. سحرة المجلس يذكروا أن يوجين من عائلة ليون هارت، والعائلة دي مش أي عائلة، هي نسل فيرموث العظيم. وفوق كذا يوجين نفسه فاز في احتفال استمرارية النسب من 4 سنين. حتى الفرع الرئيسي اعترف بموهبته، يعني هو مش طالب مجهول. لو أروث أهملته أو عملته غلط ممكن ده يسبب مشكلة مع ليون هارت. بعضهم يبدأ يتكلم عن مستقبل العائلة، يقولوا أن الوريث الأول إيود خرج من مركز المنافسة بسبب فضيحة السحر الأسود، وسيان ابن جيلارد هو الأقرب لمنصب البطريرك، لكن سيان نفسه اتغلب من يوجين قبل كذا في الاحتفال. وفي كلام أن يوجين ممكن يسيب العائلة الأساسية يوما ما ويتفرغ لطريقه، ولو اتجوز وخلف هيبقى ليه خط عائلة خاص، وده ممكن يخليه حليف قوي جدا لأروث في المستقبل. الكلام ده يوري أنهم مش بيفكروا في السحر بس، بيفكروا في النفوذ. يوجين بالنسبة لهم مش مجرد ولد موهوب، هو ورقة سياسية. لو اتدرب في أروث ممكن يبقى رابط مهم بينهم وبين ليون هارت، ولو اتساب لبرج واحد البرج ده ممكن يكسب نفوذ ضخم. بعدها يظهر رأي عن دعم أروث. طالما عائلة ليون هارت نفسها معترفة بموهبته يبقى أروث كمان ممكن تستثمر فيه، لكن مش كلهم مرتاحين فيه. سحرة شايفين إن موهبته مرعبة، لكن ده مش سبب كافي لفتحه على كل أسرار أكرون. وفي ناس شايفين إن تركه ينتظر سنين ممكن يضيع فرصة كبيرة. في وسط الكلام بالبلاك أو سيد البرج الأسود يتدخل، كلامه يبقى بارد ومستفز، يقول إن تصريحات بعضهم متناقضة أو إنهم بيتكلموا وكأن القرار سهل. وبعدها يلمح لحاجة أخطر، يسأل عن رأي ملك الحبس الشيطاني أو علاقته بالكلام. الجو يتوتر فورا، لأنه مجرد ذكر ملك الحبس الشيطاني وسط مجلس سحرة أروث كفاية يغير نبرة النقاش. واحد من السحرة يغضب ويسأله يقصد إيه بالبلاك؟ يضحك، يقول إن ملك الحبس الشيطاني ملوك، وإنه مش مستحيل يكون عنده اهتمام بموهبة زي يوجين. كلامه مش تصريح مباشر، لكنه كافي يزعجهم، لأنه بيحط اسم يوجين جنب اسم ملك شيطاني. وبالنسبة ليوجين الكلام ده يستفزه أكتر، لأنه أصلا بيكره كل ما له علاقة بالسحر الأسود والشياطين. النقاش يكمل، لكن واضح إن الكل عايز يقفل الموضوع بدل ما يطول. مير أو واحدة من الموجودين تقول إن تأخير القرار مش مفيد، كل ما الوقت يطول المشاكل هتزيد. وفي الآخر لوفليان يوافق على أنهم يخلصوا التصويت أو القرار. بعض السحرة يوافقوا، والنتيجة تميل لصالح السماح ليوجين بدخول أكرون. الفصل يقفل على يوجين واقف قدام لوح كبير في أكرون مكتوب عليه اسمه مع لقب مهم، يوجين ليون هارت، بمعنى أن اسمه تسجل رسميا. الطريق اللي كان مقفول بدأ يتفتح. يوجين دخل أروث عشان يتعلم السحر ويدور على أثر سنية، ودلوقتي الباب الحقيقي اتفتح قدامه. أكرون، المكتبة اللي فيها أسرار سحرة أروث بقت قدامه، ومن هنا رحلة البحث عن سنية هتبدأ بجد.